اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة فيديو مختلف شوية. هنعمل ايه؟ هنعمل مقبلات شكلها زي ما حضراتكم شايفين وطعمها تحفة. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، حلوة جدا ومختلفة وهتعجبكم جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنعملها بأسهل طريقة. اول حاجة هنستخدم الاير فراير. هنحط فيها فلفل احمر ومعاه بصلاية، راسين توم، وندخلها على درجة حرارة 180 لحد ما حضراتكم شايفين شكلها عامل ازاي. استوت. هنجيب الكبة بتاعتنا، هننزل بالبصلة والفلفل الألوان. طبعا دي عشان نعمل محمرة لذيذة جدا تفتح النفس. هنحط التوم كمان معاها زي ما حضراتكم شايفين التوم دايب ازاي. هننزل بكوباية عين جمل وتوست، ده اللي بيديها القوام الحلو. طبعا معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة صغيرة من الشطة الحمراء ورشة زيت زيتون. وهنضرب كل الكلام ده مع بعض في الكبة. طلعت زي ما حضراتكم شايفين، طعمها لذيذ جدا المحمرة. تاني حاجة في طاسة على النار هنحط زبدة. هنجهز اللحمة. تاني طبق عندنا الزبدة أول ما تسيح هننزل بكوباية بصل متقطع مكعبات يا دوبك يتغير لونه كده. هننزل باللحمة المتقطعة مكعبات. ممكن نستخدم أي نوع لحمة بيستوي بسرعة. أنا هنا مستخدمة نص كيلو لحمة. هنبدأ نقلب كده لحد ما لونها يبدأ يتغير. طبعا اللحمة دي بقري وبتستوي بسرعة جدا. أنا جايباها من وش الفخدة. لازم نختار لحمة تكون بتستوي بسرعة. زي ما حضراتكم شايفين لونها حلو جدا. هنضيف عليها بس رشة زيت زيتون كده خفيفة ورشة ملح ورشة فلفل اسود. والريحة قلبت الدنيا وكده بقت تمام. شايفين لونها حلو ازاي. تالت طبق عندنا هنعمل بابا غنوج. هنعمل بتنجان مشوي. هنشوي 3 بتنجانات كده في الجريل على النار. ونقلبه كل شوية لحد ما يستوي. ممكن نشويه في الفرن عادي او في الاير فراير. هنفضل نقلبه كده من كل جهة لحد ما يستوي. طبعا البتنجان المشوي ده طعمه لذيذ جدا، او المتبل طبعا بطريقة اللبنانيين. هنعصر عليه ليمونتين. طبعا لذيذ جدا جنب المشاوي او حتى لوحده كده، طعمه حلو جدا.
هنحط عليه نص كوباية من الطحينة، معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقتين من الزبادي، وهنبدأ نهرسهم كده مع بعض. ممكن نضربهم في الكبة، بس أنا بحب البتنجان كده يبقى طعمه باين في الخليط. هنفضل نهرسهم كده بالشوكة لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. دلوقتي المتبل كده جاهز عندنا. هنحتاج هنا للطبق الجاي، هنحتاج فيه كوبايتين بطاطس متقطعين مكعبات، ورشة ملح، ورشة كمون. هنعمل كده بطاطس مشوية بطريقة حلوة، ورشة بابريكا، ونقلب كل ده مع بعض. هنجهزهم في الاير فراير زي ما حضراتكم شايفين، وهنرشهم بالزيت، وندخلهم الاير فراي على درجة حرارة 180. بيقعدوا حوالي نص ساعة ويبقوا جاهزين. لسلطة الطحينة بقى الجميلة هنحتاج كوباية من الطحينة، هنضيف عليها معلقة من الملح، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الدقيق، ربع كوباية مية، ونقلب بقى وهتطلع لنا أحلى طحينة، أحلى من بتاعة المحلات. نقلب كويس جدا عشان تختلط مع بعض أهم حاجة، ودوقوها. الطحينة دي طعمها لذيذ جدا. طبعا لو لقيناها تقيلة احنا بنخفف حسب رغبة كل واحد. انا هنا لاقيها تقيلة شوية، هحط عليها عصرة ليمونة، وهضيف شوية مية عشان اخففها شوية. انا هنا هحتاج نص كوباية مية، شوية شوية نضيف شوية شوية لحد ما القوام بتاعها يظبط معانا، ونقلب كويس اهم حاجة بمضرب. انا شايفة انها محتاجة شوية مية. هنقلب كويس، اهم حاجة التقليب. الطحينة دي طبعا بتبقى لذيذة جدا، وانا اصلا عاملاها في البيت. ممكن في فيديو تاني ان شاء الله ابقى اوريكم ازاي بتتعمل. طريقتها سهلة جدا، ممكن تعملوها بسهولة جدا في البيت، مش محتاجين تشتروها. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. دلوقتي بقى جه وقت العيش المحمص، هنقدمه بطريقة حلوة كده. هنجيب العيش اللبناني العادي الخفيف ده، وهنبدأ نقصه بالمقص كده شرايح طولية. فك الطبقتين كده عشان يبقى خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده.
هنجيب العيدان الصغيرة دي وهنبدأ نلفه رول كده. الطريقة دي شكلها حلو جدا، وبدل ما نعمل العيش على شكل مربعات صغيرة، دي طريقة جديدة. هنحط الشيش فيها كده عشان ما تفكش. هنعملهم كلهم بنفس الطريقة. انا هنا هستخدم الاير فراير عشان احمصه على درجة حرارة 180. بياخد حوالي ربع ساعة 10 دقايق. ممكن لو ما عندناش الاير فراير نستخدم الفرن عادي، نحطه في صينية ونخلي بالنا منه عشان ما يتحمص زيادة. ودلوقتي ده الشكل النهائي. قولولي رأيكم ايه فيه. شايفين العيش المحمص والبطاطس المشوية المتبل وزيت الزيتون كده على المحمرة والطحينة واللحمة اللي عملناها. طبعا تخلي السفرة روعة. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.